فقيل يا رسول الله رأيت شوم الميت فإنه يطلع بيسبن ويدحن به الجلود ويستبيح به الناس فقال لا حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هذا الله ليود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شوما أجملوا ثم باعوا فاكلوا ثمنه. حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر بن يزيد بن أبي حبيب بن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحدثنا مسند داكو يعني أبا آسم عن عبد الحميد بن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي يطاع أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. باتي عبد الحميد جلغايا حدثنا ابو بكر بن شيبه وزيد بن ربيع وساق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا سفيان بن يونس عن عمرو عن طاووس بن عباس قال بلغ عمر ان سمره باع خمرا فقال قال الله سمره لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشوم فجملوها فباعوها. حدثنا مجيد بن اسلام بن الدنيا الدينار يعني من القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله. بهذا الاسناد باتي روي غونا ذاتي سفيان غدا. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الانزلي اخبرنا روي بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني ابن شهاب بن سعيد بن سيد انه حدثه ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود حرم الله عليهم الشوم فباعوها واكلوا اسمانها. حدثني ارمتني اخبرنا ابن ابي اخبرني ابن شهاب عن سعيد بن سيد عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود حرم عليهم الشوم فباعوها واكلوا ثمنه باب الربا. حدثنا ابن قال قرات ولا مالك النافع النبي سيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثل بمثل ولا تشفوا بعد على بعد ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل ولا تشفوا بعد على بعد ولا تبيعوا منها خائبا بناج. حدثنا ابو مسعود حدثنا عليه وحدثنا محمد بن رافع رهمين اخبرنا ليس النافع ان ابن عمر قال رجل من بني ليس ان ابا سيد الخدري يعصر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه قتيبة. فذهب عبد الله ونافع معه في حديث نور من قال نافع فذهب عبد الله وانا معه والليث حتى دخل على ابي سيد الخدري فقال ان هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالورق بالورق الا مثل بمثل وبالذهب بالذهب الا مثل بمثل. فاشار ابو سعيد باصبعه الى عينه واذنيه فقال ابصرت عيناي وسمعت اذناي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل ولا تشفوا بعد ولا بعد ولا تبيعوا شيئا خائبا منه بناجد الا يدا بيد. حدثنا شيبه من فرقه ناجر يعني ابن حازم وحدثنا مملوك حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سيدنا وحدثنا مملوك حدثنا ابن ابي خديج عن ابن اون كل من نافع بنا ويديس الليث. باتي كل يلقيا النافع النبي سيد الخدري صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن زيد بن يعقوب يعني ابن الدرهم القاري عن سهيل النبي سيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. حدثنا ابو الطاهر وهرر بن سيد واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة النبي قال سمعت سليمان بن سعيد يقول انه سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدراهمين باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. اركن رجعوا. حدثنا قتيبة بن علي سنا وحدثنا محمد بن اخبرنا ليس عن ابن شهاب بن مالك بن ويس بن الحدثاني انه قال اقبلت اقول من يصرف الدراهم اين مالكنا شرف دينار جچاتي نسغر غليج فقال طلعت من عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ذهب خينو غرسيسي ثم اتنا ايغنا نكوتوج اذا جاء خادمنا اقول خادم خينو في نعطيك ورقك مالك في الداسيف كننا. فقال عمر بن الخطاب جين قال لكيجي والله لا تطيعنه ورقه اما خنيف جين ولا تردنه اليه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالزبر بالله والبر بالبر بالله والشعير بالشعير بالله والتمر بالتمر بالله حدثنا ابن ابي شيبه وزيد بن ربيع واسحاق بن ونتن الزوري بهذا الاسناد باتيل بوينا كنا ذاتي درس مزوري قدبر ليس. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن زيد بن ايوب نبي كلابه قال كنت بالشام في القتل فيها مسلم دوب شام تنت جدوري تكتيسي خيس مسلم بن يسار جرو فجاب الاشعاسي قال ابي كلابه نكجي قالوا امني جايه ابو الاشعاث فجلس فقلت له غوسين سانجيا حدث اخانا حديث عباده بن الثابت ما بليس خين خان حديث عباده المثابت سيفين جيا قال نعم قال حدث أخانا حديث بعد المساوي قال نعم دوبني ناسوا في هاي جيجي
غزونا خزاة لولا تقول اللي يجي وعلى الناس معاوية عالم معاوية نمر موتيتين فغنمنا خنائم كثيرة بوجو يدو بوجين يجي فكان فيما غنمنا آنية دوبون من بوجين سن فضة كيس ويل كافي الدافع داجي فأمر معاوية معاوية رجلا نما تقوى أن جيجي يبيعها إسيسون غرغرت في آتيات الناس hanga damoosni namaa dhufu damoosa namaati jecha jan damoosa namaati jecha gurgurutti ajaje jechi فتسارع الناس takao ila an yakhruju ataa ilmushtari hanga damoosni namicha bituu kun bahutti gurgurii gaafa sunaan uuqannu jeeyya فتسارع الناس namni tooriyanji في ذلك weelkaa sunitti فبلغ عبادة بن الثابت dubbiin tun isa geeyse jechi فقام lafaa فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى بالعزة بالعزة والفدة بالفدة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملي بالملي إلا سواء بساء عينا zaata بعين zaatatti فمن زاد وازداد فقد أربى akkana jeje فرد الناس ما akkasin namni أخذوا waan fudhatan techaasanii فبلغ ذلك dubbiin kun معاوية maawiyaa geeyse فقام خطيبا lafaa keeyeji فقال ما بال رجال يتحدثون عن oggusumalji رسول الله صلى الله samaali عليه haalli وسلم orma rasuula irraa haasa'uu jeji أحاديث كنا نشهده قد كنا haasawa nuti نشهده kan bira jirru taane ونسحبه isa saahibnu taane فلم نسمعها منه kan nuti irraan dhageen inni maa eesaa dhagee haasawaa jeji فقام عبادة بن oggusuu الصامت baadaal misaabil lamaa kee فأعاد القصة qissaa sun deebiseeji ثم قال eeganaani jewbaadan لنحدثن nuti numa haasoyinna jeji بما سمعنا من رسول الله ورسول صلى الله الله عليه وسلم نجيه وإن كره maawiyaa illee معاوية naa jibbu lala وقال وإن رحم maawiyaa illee funyaan isaa lafaa haranii numa haasoyinna jeji ما أبالي ani waan badadu jeji ألا أصحابه isa saahibuu dhabuuf في جنده ليلة سوداء waraana isaa keessatti halkan dukkanaa akkana jechuun barri isaa if jalaan hambisuu sumaatii meechuu isaatii bar قال maa حماد ubaaliya waan badadu je isa shariikuu dhabuuf maawiyaa waraana isaa keessatti halkan dukkana lala قال في ليلة مسلمة غير مستنيرة بالقمر لمعارضة حديث رسول الله أنا اسمعوا جون دي مجھے چبر حديث رسول الله فاني قد عبتي ما ينقل قال حماد هذا حماد حديث خنا جيجي مصنفا أو تقاو نمي سفقاتو جيجي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد وهو باتي عبد الوهاب جرى خينيا ذاتي درسا أيوب قدم جرى خينيا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا وكيل حدثنا سفيان عن خالد الأزاي عن أبي كلابة النبي لشاة وباط بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد حدثنا ابو بكر النبي شيبه حدثنا وكيلتنا اسماعيل بن مسلم الابدي حدثنا ابو المتوكل الناجي ونبي سيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد وازداد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا سليمان الربيعي حدثنا ابو المتوكل الناجي ونبي سيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله فذكر بمثل سليمان الربيع الغاية خان اسماعيل بن مسلم جل غاية حدثنا ابو كريب بن محمد الله وواصل بن عبد الله قال حدثنا من فضيل النبي سورة النبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر والانطاط بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يد بيد فمن زاد واستزاد فقد اربى الا ما اختلفت الالوان حدثني ابو سعيد الاشج حدثنا المعربي عن فضيل بن غزوان بهذا الاسناد فاتي معربي غدا خان مو المفضيلي غدا ولم يذكر يدا بيد هايا حدثنا ابو كريب وواصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل النبي عن ابن ابي نعم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن مثلا بوزن والفتة بالفتة وزنا بوزن مثلا بوزن فمن زاد واستزاد فهو ربا. حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن ابي تميم عن سيد بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. حدثني ابو طارق اخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني موسى بن ابي تميم بهذا الاسناد مثله. باتي مالك جل خايا
التماس سليماني باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. أفتت تجيشوا حدثنا محمد بن ميمون حدثنا سفيان بن عن عمرو عن ابي المنهال قال باع شريك لي ورقا في الدان غرغرجي بنسيئة إلى أفتت الموسم تنقى أيام هجي أو إلى الحج وجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر الله يسلو قال فقد بعته في السوق فرما قال خيتين غرغرجي فلم ينكر ذلك لي نم أحد تكما كر غرغرتان جنة فأتيت البراء بن عازم فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبي هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيت فهو ربا وآتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيت فسألت فقال مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الأنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة نبي بن نوسم أبي المنهل يقول سألت البراء بن عازم للصرف فقال سأل زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيد فقال سأل البراء فإنه أعلم ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الورق بالذهب دينا. حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا عباد بن عوام أخبرنا يا ابن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر نبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدة بالفدة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء أمرنا أن نشتري الفدة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفدة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد قال هكذا سمعته. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا يا ابن سالم حدثنا معتيا وهو ابن أبي كثير يا ابن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باتي يا أجل خايا درسا يا المبيس خانس باب بيع القلادة فيها خرز بابا كنا چلے اسی غیس جوہر جرو وذهب زام نجرو غرغرو نجراي. حدثني ابو طارق احمد بن عمرو بن صالح اخبرنا ابن وهب اخبرني ابو هاني الخولاني انه سمع لي بن ابي رباح اللامي يقول سمعت فتالة بن وليد الانصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المخانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزي وعده خيسا خبابا ساجين ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن زنا كتب سيدنا الدين عليه سنن النبي شجاع سيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن قنس الصنعاني فضلة ويدين قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبع حتى تفصل. حدثنا ابو بكر النبي شيبه ابو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن سيد بن يزيد بهذا الاسناد وهو بهذا الاسناد باتين المبي مبارك خانس ليسي حدثنا قتيبة بن سعيد الدنالي عن ابن ابي جعفر عن الجلاهي ابي كثير حدثني انس الصنعاني عن فضالة بن يزيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نبايع اليهود يهودا غرغرجي الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. اخبرنا ابن ابي قرة بن عبد الرحمن المعافري وعامر بن حارث وخير مع نامر بن ياب المعافري اخبرهم عن قناة انه قال كنا مع فضالة بن بيد في غزوة فطارت لي ولاصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فاردت ان اشتريها فسالت فضالة بن بيد فقال انزع ذهبا فجعلوا في كفة وجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذني إلا مثلا بسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. باب بيع الطعام مثلا بمثل. حدثنا عمرو بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وحدثني أبو طارق أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن حارث النبا ندرة حدثه عن بصري بن سعيد حدثه عن عمرو بن عبد الله أنه أرسل غلامه مجاسات ارجع بساع تمر قمه سجود قمديتين فقال بيعه غرغريجي ثم اشتري به شعيرا أمدين بتي إمالي قربون بتي فذهب الغلام فأخذ ساعة وزيادة بعد السائن زيادة قري سجودا فلما جاء معمر أخبره بذلك زيادة فقال له معمر لما فعلت ذلك فرده لا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير كيلو فإنه ليس بمثله. قال إني أخاف أن يضارع فكاتشون صدادة جي كمدي قربوني فكاتها. حدثنا عبد الله بن سلة بن بن حدثنا سليمان يعني من بلاد عبد المجيد بن سعيد بن عبد الرحمن انه سمع سعيد بن المسيب يحدث ان ابا هريرة وابا سعيد حدثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني الدي الانصاري فاستعملوا على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الساعة بسائر من الجبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن مثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. والفقات المتعة تجري
حدثنا يا ابن قال قرات ولا مالك بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بن سيد بن سيد بن ابي سيد الخدري وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا الاخير فجاء بتمر جريب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال والله يا رسول الله ان لنا ناخذ الساعه من هذا بالسائر والسائر بالثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا بن صالح وهذه حدثنا معاويه وحدثني امام بن صالح التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا يا ابن حسان. حدثنا معاويه وابن سلام اخبرني يا وابن ابي كثير قال سمعت عقبه بن عبد الخابري يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقال بلال تمر كان عندنا ردي فبيت منه ساعين سكوت لما غرغر يجي سكوت تقطي لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك او عين الربا أبوس النبي جان جان قل ذات ربا جان لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري التمر فبيعه ببيع اخر ثم يتري ايغنا بتدو جان لم يذكر من الحديث عند ذلك عند ذلك انت بنجنيا. أدنى سلمة بن بشير أدنى الحسن بن أعينة أدنى ما قال النبي قضاء البايلي أنا ندرة نبي سيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا تمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بيعنا تمرنا ساعين بساع من هذا فقال رسول الله هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا من هذا بريدا خنرا كسنو بتا اجنين. حدثني اسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان اي ابن ابي سلمة نبي سيد قال كنا نرزق تمر الجميع لا تمر جليت زمن رسول كار كنو تاني وهو الخلط من التمر جميع سلال لا كاتمر راتيا فكنا نبيع ساعين بساع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ساعي بتمر لا ساعي تمر بساع لا ساعي هنتة بساع ولا درهم بدرهمين. اجرب الله